أنا كنت مدخن للسجاير لمدة سنين، وحاولت على مدار السنين دي إن أنا أبطل على مراحل متقطعة. نفسك على طول تبطل بس ما بتبطلش، ما بتلاقيش حاجة تساعدك. في سجارة إنجليزي كده كانت موجودة بتتباع في سيتي ستارز تقريبا في 2010، اشتريتها وجربتها، كانت فاشلة فشل ذريع. وطبعا جربت الإيجو مع الليكوا، والاتنين كوارث أسوأ من بعض بكتير. فدي برضو كانت تجربة أخرى عدينا بيها وكانت في قمة الفشل، لدرجة إن أنا بعت جبت من ألمانيا حاجة اسمها نيكوريت. كانت حتة بلاستيك كده شبه اللبوسة، ما فيهاش أي تكنولوجيا ولا كهرباء خالص، فيها سفنجة وفيها نيكوتين، الهواء يعدي يسحب النيكوتين يدخله. كانت برضو فاشلة فشل ذريع وما ساعدتنيش إن أنا أبطل. كل مرة كنت بجرب ما كانش بيبقى فيه نتيجة، فبنرجع تاني للسكاير، وفي انتظار كنا إن احنا نلاقي حاجة بنقول يا رب. وفضل الموضوع بالشكل ده لحد 2015، لحد ما ابني شرف. ابني اتولد بحساسية صدر شديدة جدا، ولا بيستحمل دخان السجاير ولا حتى ريحة السجاير في نفسي وهدومي. ففي الفترة دي أنا ما كانش عندي أوبشن الاختيار، أنا كان لازم إن أنا أبطل. وشاءت الأقدار إن أنا في الفترة دي اتكعبلت الثورة الجديدة من عالم الفيب اللي غيرت شكل التدخين الإلكتروني تماما، وطورته الأجهزة الفاريبل واتج والفاريبل فولتج اللي ظهرت تقريبا في 2013 ووصلت لنا على 2015. شاءت الأقدار إن أنا اتكعبلت في كوميونتي جديد ابتدى يظهر للفيب، وابتديت أشوف أجهزة فيب بشكل مختلف تماما. الكوميونتي ده كان في كافيه في المقطم اسمه رومانتيك كافيه، والكوميونتي ده كان البذرة الأساسية اللي بدأت الفيب في مصر أصلا. كل خميس كان بيبقى فيه تجمع هناك، في ناس ابتدت تجيب شوية وايرات، شوية قطن، شوية اكسسوارز، شوية تولز، تنكات، مدات. ابتدى يبقى في تجمع هناك، والناس قاعدة بتساعد بعضيها بس علشان خاطر تسهل لبعضيها مرحلة الانتقال من السجاير للفيب. ما كانش فيه كويلات جاهزة، ما كانش فيه كارتريدج، ما كانش فيه بوت سيستم، كانش فيه السهوله اللي موجوده دلوقتي دي. وفي المكان ده فعلا ابتدى ماركت الفيب الحقيقي في مصر. طبعا ما كانش لسه النيكوتين سالت تم اختراعه، وكان فيه بقى شويه التنكات البدائيه الصعبه اللي ابتدينا بيها. انا ما زلت متذكر لحد دلوقتي ان من اول الحاجات اللي انا استخدمتها كان الليمو 2 والتايفون جي تي. ممكن نقول في الفتره دي كان في من 10 ل 20 محل فيب في الجمهوريه فقط لا غير. في الفتره دي ابتديت اتبع نظام علشان خاطر ان انا اطلع من عاده السجاير واتحول للفيب. الموضوع ما كانش سحر خالص، بس الموضوع كان محتاج خطوات وتركيز علشان خاطر اوصل للنتيجه اللي انا وصلت لها. فتعال امشي معاكم خطوه خطوه واقول لكم الخطوات اللي مشيت عليها كانت ازاي. اول نقطه لازم القرار. انا خلاص انا خدت قرار، انا هبطل سجاير. وسط وجودي مع الناس اللي هناك، وده برضو من الحاجات اللي انصح بيها اي حد بيبطل دلوقتي، ان هو يشوف كوميونتي، يشوف ايفنت، يشوف اوتنج، يشوف اي حاجه علشان خاطر يشوف اجهزه مختلفه فيقدر ان هو يجرب ده ويجرب ده. بس مع تجربتي للحاجات اللي هناك استقريت على الحاجات اللي انا حسيت ان انا مرتاح في النفس بتاعها، لان احنا عارفين ان في اول مرحله السويتش بتبقى مشكله الكحه عاليه قوي. في النقطه دي اقول لك انك تسحب النفس وتخرجه من مناخيرك، هتلاقي نفسك ان انت النفس ما بيكحكش. ابتديت بليكويد تركيز النيكوتين فيه عالي علشان خاطر ان انا اقفل الرغبه بتاعتي، وبعد كده ابتديت انزل بتركيز النيكوتين بشكل تدريجي. كان لازم اعلم نفسي ان انا اكسر العادات اللي كانت مربوطه بالسجاير، السيجاره اللي مع فنجان القهوه، والسيجاره اللي بعد الاكل، والسيجاره اللي اول ما بتصحى من النوم. في الفتره دي وجود جهازين معايا، وده كان طرف ممكن ما يبقاش الناس كلها تقدر ان هي تعمله، كان ان في جهاز فيه تركيز نيكوتين اعلى معايا. والعاده دي انا ما زلت مستمر عليها، على طول ببقى مش حاجه اساسيه معايا حاجه تانية فيها تركيز نيكوتين اعلى علشان خاطر الاحتياج الزياده اغطيه بيها. بس لازم تخلي ايديك وبقك على طول مشغولين، لان من العاده ان انت كنت ماسك سيجاره، ايدك شغاله، بقك شغال. طب انا عايز اقلل نسبه الاستخدام بتاعي. لبانة ده في ايدك بتلعب بيه، بتتعامل بيه معاملة السيجارة من غير ما تسحب منه. الماسكة زي شغال لبقك بتساعد. هنا بنتكلم في نواحي نفسية بهدوء كده ومن غير ما تستعجل. اول ما تبتدي تخش في الموضوع ايا كان ايه تركيز النيكوتين اللي انت ابتديت بيه، كل شهرين تنزل حته تلاقي نفسك 3 ايام متلخبط وحاسس ان انت مش واخد احتياجك، وبعد كده جسمك ابتدى يتعود. هم 3 ايام. من اكتر الحاجات بقى اللي خلتني اروح وارجع واروح وارجع في اول مراحل الفيب، تاخد سيجاره؟ هات. وقف، ما تاخدهاش. عارف انها وحشاك. على فكره انت بعد 3 ايام هتشرب السيجاره هتلاقي طعمها زي الزفت، انت مش هتقدر على طعمها. بعد اسبوع مستحيل تحطها في بق. اول ما بيجي لك لحظات ضعف وتحس ان انت ايه ده، انا هشرب سيجاره في موقف صعب عديت بيه، او في حاجه حاصله في حياتك رخمه بتسهل لك انك تسحب السيجاره وتشدها، حلك على طول اول ما تلاقي نفسك بتضعف للسيجاره ارفع نيكوتينك، اقفل الاحتياج ده بسنه نيكوتين زياده، اعتمد على
على الحاجة اللي فيها تركيز نيكوتين زيادة لفترة أطول، خليها هي الأساسية بتاعتك لحد أما تعدي من المرحلة اللي أنت معدي بيها بستريس، أيا كان سبب الاسترس إيه. حاول تنزل بنسبة النيكوتين اللي أنت بتستهلكها سنة سنة لحد أما توصل لمرحلة أنت راضي عنها. كل ما تنزل أكتر كل ما أنت تبقى مستفاد أكتر. أنا وغيري ملايين قدرنا إن إحنا نبطل السجاير باستخدام الفيب، فأنت كمان تقدر. الموضوع مش سحر، بس الموضوع خطة حقيقية، وأنت هنا عملت استبدال، فالاستبدال أسهل بكتير من مرحلة إنك بطلت خالص. انت ما لغيتش النيكوتين واحتياج جسمك ليه، انت استبدلته. انت ما لغيتش العاده بتاعت ان انت بتسحب نفس وبتطلع نفس، انت استبدلته. انت ما لغيتش العاده بتاعت ان في حاجه في ايدك وليها ماسكه وفي حاجه في بقك وبتسحب وبتطلع، استبدلت. الاستبدال اسهل بكتير من الامتناع. حاول تمشي على الخطوات اللي انا قلتها لك وباذن الله هتظبط معاك. لو في اي سؤال او محتاج اي مساعده سيبه في الكومنتات وهنتابع مع بعضينا. ممكن بتاخر عليكم في الرد شويه، بس برد في فيديو بغطي فيه كل حاجه، لان بيبقى فيه اسئله جايه لي مختلفه بحب ان انا ارد بيها في فيديو علشان الفايده بتاعتها تعم الناس كلها. سلام.